بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قصة من أروع القصص، قصة ربما الإنسان إذا تدبر بيها ربما تغير حياته، يعني تغير مستقبله، تغير آخرته إذا الإنسان تدبر بيها ويتأمل بيها ومشي على ضوء موعظة هذه القصة. خل نستمع إلى هذه القصة. يوم من الأيام أحد رجال الدين، ربما يكون معمم، يكون إنسان خير، إنسان يعني ملتزم دينيا، يعني لحيته، سبحة، محبس، ظاهر أمام الناس، يقوم بالواجبات ويبتعد عن المحرمات، الناس تقدره، الناس تحترمه، يعني إلى ظاهر جيد أمام الناس. يوم من الأيام هذا الرجل المتدين كان يمشي بأحد الشوارع، فلما قاعد يمشي بهذا الشارع صادفته امرأة فاسقة، مرة غير ملتزمة دينيا، يعني لا ملتزمة بالحجاب، تفعل المحرمات، شنو الشيء المو زين هاي تسويه المرأة، يعني مرة طالعة عن الطريق كلش. هاي المرأة لما قربت إلى هذا الرجل المتدين وصلت يمه، قالت له كلمة عجيبة. هذه الكلمة اخواني ربما اذا تدبر بها الانسان وتمعن بمضامينها ربما تغير حياته. فاحنا اليوم عندنا الحكمة تخرج من كل شخص. هسه يقول شخص معقولة انه الحكمة تخرج من هاي المرأة؟ هي معقولة. في الحديث، مضمون الحديث، الحكمة ضالة المؤمن. الحكمة ربما تخرج من المنافق، تخرج من الكافر. فالإنسان المؤمن دائما يبحث عن الحكمة. فهاي المرأة الغير ملتزمة دينيا قالت لهذا الرجل المتدين اللي ظهر أمام الناس ظاهر إنسان خير، قالت له، وقفته أمام الناس، وقفته في الشارع، قالت له أنت ظاهرك وباطنك، أنا ظاهري وباطني شيء واحد. أنا ظاهري امرأة فاسقة وباطني هم كذلك امرأة فاسقة، مرة طالعة عن الطريق، الناس تعرفني أنه أنا مرة فاسقة ومرة طالعة عن الطريق ظاهرا وباطنا. لكن أنت أيها رجل الدين، أيها المعمم، أنت الإنسان الملتزم، هل باطنك مثل ظاهرك؟ أنا امرأة فاسقة، ظاهري وباطني شيء واحد، الناس تعرفني، ولكن أنت المعمم، أنت رجل الدين، هل باطنك مثل ظاهرك؟ فالإنسان يسأل نفسه دائما هذا السؤال. أنا الملتزم دينيا، أنا الناس اللي تقدرني وتحترمني، وربما إذا أجي للمجلس تقوم لي احتراما والناس تنظر لي بعين كبيرة، فهل أنا باطني مثل ظاهري لو أنا باطني شيء وظاهري شيء ثاني؟ فالإنسان دائما قبل المنام يسأل نفسه هذا السؤال. مضمون الحديث يقول بئس للعبد أن يكون ذا لسانين وذا وجهين، وجه عدة أمام الناس ووجه بينه وبين الله تعالى وجه يختلف. فالإنسان اخواني دائما يسأل نفسه هذا السؤال، ويحاول دائما انه يتخلص من الملكات السيئة ويزكي نفسه، لأن القرآن الكريم يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. القرآن الكريم يعاتب يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر عند الله مقتا أن تقولوا ما لا تفعلوا. ربما الإنسان هذا الخير، هذا الإنسان الملتزم، يقول للناس سووا من الطاعات، ابتعدوا عن المعاصي، ولكن هل هو يفعل ما يقوله أم لا؟ فالإنسان يسأل نفسه هذا السؤال دائما وقبل المنام، هل إن باطني مثل ظاهري؟ ويحاول إذا كان باطنه مثل ظاهره يحمد الله ويشكره، وإذا كان باطنه يختلف عن ظاهره حتى لو شيء قليل يحاول يصلح من نفسه.